برشلونة يترقب عودة كامب نو ويبني للمستقبل، صفقات واعدة ومواهب تنتظر الفرصة. يستعد نادي برشلونة لحدث تاريخي بفتح أبواب ملعب سبوتيفاي كامب نو من جديد يوم 11 أغسطس 2025، حيث سيستضيف الفريق لقاء كأس خوان جامبر. وتأتي هذه العودة المرتقبة بعد فترة طويلة قضاها الفريق في اللعب على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، وذلك بسبب أعمال التوسعة والتطوير الشاملة التي خضع لها كامب نو. وستكون العودة بسعة جماهيرية محدودة، حيث يتوقع أن يستقبل الملعب نحو 25 ألف متفرج في هذا الحدث التاريخي الذي سيشهد برنامجا ترفيهيا خاصا. وعلى الرغم من أن الأعمال الكبرى مثل بناء المدرج الثالث الجديد وتركيب الحلقة المزدوجة لكبار الشخصيات ستستمر حتى صيف 2026، إلا أن النادي ملتزم بتوفير أقصى درجات الراحة للمشجعين وتحديث الخدمات لضمان تجربة مميزة في الملعب الجديد. سياسة النادي تجمع بين صقل المواهب الشابة والبحث عن نجوم المستقبل. تزامناً مع الاستعداد لتدشين ملعبه الجديد، يواصل برشلونة سياسته في الاستثمار بالمواهب الشابة، ففي الوقت الذي يبحث فيه النادي عن بيئة مناسبة لموهبته بابلو توريه لكي يتطور بشكل كامل، يقترب من ضم موهبة برازيلية واعدة. فبابلو توريه البالغ من العمر 22 عاماً والذي لم يحصل على فرص كافية للعب في الموسمين الماضيين قد يرحل عن النادي قريباً. وتشير التقارير إلى اهتمام نادي ريال مايوركا بضم توريه، مع احتمالية أن تكون الصفقة إعارة أو بيعا مع خيار إعادة الشراء، وهي استراتيجية تبعها برشلونة سابقا مع لاعبيه الشباب. يرى النادي أن توريه بحاجة للعب بانتظام لإظهار قدراته، ويأمل أن يعود إلى كامب نو مستقبلا بخبرة أكبر. على الجانب الآخر، يقترب برشلونة من حسم صفقة زي لوكاس، لاعب وسط فريق سبورت البرازيل وقائد منتخب البرازيل تحت 17 عاما. يعد لوكاس المولود عام 2008 من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم البرازيلية، وقد شارك بالفعل في الدوري البرازيلي الممتاز رغم صغر سنه. هذه الصفقة تعكس توجه برشلونة نحو تعزيز صفوفه بنجوم المستقبل، على غرار ما تفعله الأندية الأوروبية الكبرى، وذلك بالتركيز على ضم اللاعبين صغار السن واحتضانهم مبكرا لتطويرهم وصقل موهبتهم.